الدنيا، وما شاء الله يعني سجنت اليوتيوب كله، تبقى كذاب. انا كان ممكن امبارح اروح فاتحه الواتساب اللي بينه وبين رورو، لكن انا للاسف والله يا جماعه، الظاهر الواحد ايه ابن الاصول في المربع ابن الكلب ده ما ينفعش. مربع النجاسه ده ما ينفعش يتهاجم. واروح مبعت الريكوردات اللي بينه وبين رورو، وبعت انك انت اللي حبيت التواصل من 16 اغسطس، واخد بالك انت، عشان تعليقات شادي وتعليقات مش عارفه مين، وقاعد عمال تصور في التعليقات، وتصور في التعليقات وتبعتها لفلان، وقعدتك على المنصات. وخدوا بالكوا قاعد على السطح دلوقتي بياخدوا سكرينات اي تعليق زي تعليقات كده. ابو خ... آه... ابو خطاب كلها اتاخدت، كل تعليقات ابو خطاب امبارح اتاخدت. تعليقات بسبوس اللي هو اساسا معروف ان هو بيقعد يتريق على خلق الله اتاخدت. فانا اقول لك بقى يا شادي، واقول لكم يا جماعه، هو ليه الهوجه دي كلها؟ اولا، الكلمه اللي انا قلتها بتاعت ولاد الكلب ومش عارفه ايه، وبالغلط حطيت اسم امل في وسطهم، مش حاجه. البث اللي عملته بعدها اللي هو في ايه يا ولاد، البث انا هتكلم بادب عن الناس كلها احتراما لمنصه نبيله. اللي حد سالني كده وقال لي مين خان اكرم، ما هم حصلت عمليات استفزاز، ويروحوا مطلعين بتوع الفيس، ومعرفش سما انا قتلت لها قتيل، انا عملت لها ايه، انا معرفش. واخدين بالكم؟ طالعه انا زعلانه ان انا بالغلط قلت امل بولاد الكلب وجمعت بينهم امل، والناس اللي عماله بتتكلم على امل محدش طلع عليه. مش مشكله. محاوله الاستفزاز، وانك كنت عاوز الخاص بتاع امل يطلع من عندي انا، وانت شغال مع محمد عبده. ايوه انت شغال مع محمد عبده، وايدك في ايد السفيره، وامل كانت شاكه فيك. ولما حاولت تتواصل معي يقول لك من 16 اغسطس، من قبلها وهي شاكه فيك. وعشان كده قلت ماليش كلام معاه ادام الموكله بتاعتك اساسا شاكه فيك. وكان ردي على رورو قلت لها بقول لك ايه، لت وعجن، وهيحصل بقى نظام هند النادي، والظاهر يقعد يلف على الناس، وزي ما عملت هند، واصلها بتقول اصلها بتعمل اصلها مش عارفه ايه وكده. عشان كده راحت حصلت ايه، حصلت القلبه بتاعت امل على العراب، وعلى رورو، وعليا، وعلى المجموعه بتاعتي، لما معرفتش ايه تدخل لي، واخد بالك انت. فمحاوله الاستفزاز انت كنت وراها عليا النعمه، انا كنت بتكلم مع البنات على اللي بتعمله سما، وحد منهم كده قال انا اشم ريحه هاني في الموضوع. فانتوا طالعين دلوقتي عمالين توسخوا في كل واحد ما حطش ايده في ايد المجموعه دي ضد امل، ومع بتاعه الامارات ضد امل. وش كده، وش. عملت البث اللي انا غلطت فيه وانت قاعد على السطح ومتابع، ووصلني انك انت كنت عارف في يوميها واتكلمت مع حد. عملت بقى البث بتاع ايه يا جماعه، اللي هو بتاع في ايه يا ولاد، البث بتاع مالكم يا ولاد. اوكي؟ ولا لا، فاشله ومتشرده وكانت هانم، لا هو ده، فاشله ومتشرده وكانت هانم. لما اتسالت سؤال مين اللي خان اكرم، رحت انا قلت ايه اللي خان اكرم، فلان وفلان وحصل والاستريم ومش عارفه ايه والبتاع وكده. فطبعا بقى ايه، واللي حصل في منصه بن سعد، واللي حصل بين الموجي، وحوار غزه والمنتديات اللي نزلت، وردي على المنتديات. فايه اللي يحصل عشان تتوهونا تاني، تروحوا طالعين على مين، علينا احنا. فطلعتك امبارح دي ولفك على كل القنوات عشان تداري الحوار اللي احنا فتحناه، مين خان اكرم، وايه حوار ان فلوس غزة البنك لسه ما حولهاش. طلعتك مدفوعة، واتكشفت اكتر، كشفت اكتر انك انت مستخدم، وهم بيحركوك لانك انت دراع ليهم في بيت امل اللي هي القضية بتاعتها. انك طلعت على المنصة اللي كانت فشخة امل، وطلع بتقول ايه، انا ما طلعتش عندها الا لما اعتذرت ووقفت عن امل. لا يا اخويا،